رايحين فين يا تيتا؟ رايحين عشان نجيب حاجات لرمضان، عشان الحاجات اللي عندنا خلصت يا بشاتينو. يلا بقى عشان ما نتأخرش على ماما عشان تلحق تعمل لنا الأكل. هات ايدك بقى عشان نعرف نعدي الطريق. شايف العربيات والدنيا زحمة ازاي؟ زحمة ايه يا تيتا؟ هو في حد اصلا ماشي غيرنا؟ يلا نمسك ايدك. نفسي بطل غلبة يا ولا جلمد انت. حاضر. ياه ده المكان كبير جدا يا تيتا، انا اول مرة اجي هنا. طبعا اول مرة تيجي يا بشاتينو، اخرك الدكان اللي تحت البيت، بس انا جبتك هنا علشان في طلبات مش هنلاقيها الا هنا. يلا بقى طلع الورقة ووريني كنا كاتبين الطلبات. كيلو برتقان، وكيلو فراولة، وكيلو موز عشان نقطعه على الفراولة. هو ايه ده؟ جمك نوال اللي كاتبه كل التفاصيل دي. قال يعني احنا مش هنفهم يعني ان الموز عشان الفراولة. باكت مناديل كايلانكس عشان المطبخ، وباكت مناديل كايلانكس عشان الحمام، وباكت كايلانكس عشان ايدينا. وايه ده؟ ما شاء الله نوال مش شايبه تفصيله ما كتبتهاش. انا خايفه تكون قالت لهم احنا هنعمل ايه النهارده على الفطار. طيب يلا بقى يا بشاتينو نروح الناحيه التانيه يمكن نلاقي الكايلانكس. ماشي يا تيتا. اهيت المناديل يا بشاتينو. انت يا ولا نسيت تجيب العربيه اللي هنحط فيها الحاجات؟ هو انت قلت لي اصلا يا تيتا؟ هو انا لازم اقول لك يعني يا عيون تيتا؟ يا ولا افهم يا ولا، فكر انت بدماغك. دماغك ديت ولا طبق كبده بالسلطه؟ طيب حاضر انا رايحه اهو. مش عارفه الولد هو طالع لمين، اكيد هو ابوه بذكاوته. واسع واسع، انا جيت يا تيتا. يا تيتا عشان ما تقعديش بس تتريق عليا، انا جيت وجبت لك كمان العربيه اللي انت عاوزاها. يا رب بقى تكوني مبسوطه. طبعا يا بشاتينو يا حبيبي مبسوطه جدا يا قلبي يا روح تيتا. يلا بقى نجيب الحاجات اللي قلنا عليها عشان تقرأ لي باقي الورقه ونجيب بقيه الطلبات. ايه ده مين اللي ناشي العربيه بتاعته كده في وسط المول؟ ينفع الكلام ده؟ هنعدي ازاي احنا بقى؟ مش عارفه انا مين قليل الذوق ده. ايه ده؟ معلش والله أنا معرفش إن هي ممكن تعطلكم، أنا آسف. ولا يهمك حضرتك، الناس لبعضيها، إذا كناش نستحمل بعض نقول على الدنيا السلام، وهي الدنيا كده يوم ليك ويوم عليك. خلاص يا تيتا، هو في ايه يا تيتا؟ ما انت من شوية كنت بتقولي ايه قلة الذوق دي؟ باش يا ولا كده عيب، ده انا بقول على الناس اللي مش مرتبه الارفف. ازاي هننقي؟ ازاي هنختار؟ لازم الترتيب والتنظيم. انا ست احب التنظيم في حياتي. فعلا يا فندم، ونعم الناس. عن اذنك حضرتك نروح نحاسب على الكاشير، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. انت مش هتبطش الغلبه بقى يا واد يا بشاتينو. المهم يا تيتا فاضل القلقاس والفراخ البانيه، يلا نجيبهم عشان نلحق نروح. يلا يا حبيبتي تيتا. خليك جنبي هنا يا بشاتينو. قال ايه عايز تروح عند قسم الالعاب؟ انت يا ابني شايفنا اغنياء؟ لا خلاص يا تيتا، انا عارفه ان احنا فقراء ومساكين كمان، جايبين كل الحاجات دي في قلب العربيه وزعلانه علشان هتجيبي لي حته لعب. ماشي يا تيتا انا هوريكي. انت بتهددني يا بشاتينو؟ طيب لما اروح لماما في البيت. ماليش دعوه. ما يلا بقى يا بنتي شوفي لنا الحساب خلينا نمشي. الحساب يا فندم 700 جنيه. ايه 700 جنيه ايه يا بنتي؟ انت شايفانا كروديات ولا ايه؟ ليه 700 جنيه ليه؟ ده انا معايا الورقه والقلم، انا وحفيدي بشاشينو وحاسبين كل حاجه. انتوا اللي كاتبين كده على التيكت، انتوا بتضحكوا علينا. حضرتك الاسعار اللي على التيكت مش بتبقى شامله الضريبه، واحنا هنا بنضيفها. جريمة ايه يا حبيبتي؟ جريمة ايه تجربة؟ الجريمة قال تضربونا ليه؟ جنبنا ايه؟ انت بتضحكي عليا؟ طب ما انا شارية حاجة واشبعي بقى بقلب العربية. خلاص يا تيتا استهدي بالله، هنروح لماما من غير اي حاجة ولا ايه؟ وماله لما نروح من غير حاجة؟ قال 700 جنيه قال، دول عايزين يضحكوا علينا. يلا يا ولد بسرعة.